في ناس حكايتهم مش خط مستقيم ولا طريق مفروش، في ناس تمشي وتقف وترجع وتكمل. ضيف حلقتنا النهاردة حكاية من الحكايات اللي كبرت جوه بيت العود العربي ورجعت له أكتر من مرة، مش علشان الشهرة لكن علشان الانتماء. ضيف حلقتنا النهاردة عازف العود الفنان المصري كريم سامي. في حكايات بنسمع مش بس النجاح، بنسمع الرحلة. أنا كريم سامي. اتخرجت من بيت العود سنة 2007. وبس الحكاية بدأت قبل الشهادة وأقول إزاي العود دخل حياتي يعني. أنا دخلت المعهد العالي للموسيقى العربية ده سنة 2001، وكنت أصلا قسم غناء، والسنة كاملة اللي هي اللي بيسموها دبلوم الأول. بعد كده بيبقى فيه 4 سنين اللي هو البكالوريوس يعني. فأنا في السنة دي كان بالنسبة لي العود آلة يعني أو مادة إضافية مش أساسية يعني كان الأساسي الغناء يعني. خلصت السنة دي وجبت فيها امتياز، بس يعني في الفترة دي أنا ملت للعود أكتر، وفي نفس الوقت يعني أنا ما حبيتش صوتي كمطرب يعني. ممكن كمؤدي يعني ممكن أوكي، لكن كمطرب يعني مفيش السمات ولا المواصفات آه، بتاعت المطرب يعني. اتعرفت في السنة دي على زميل ليا في المعهد اسمه ناجي. ناجي ده كان في بيت العود قبل بيدرس مع المعهد. فما شافني كده مهتم بالعود وشايفني حاسس ان يعني في حاجة في يعني علاقة يعني علاقة حب يعني علاقة ان مش بعتبره آلة يعني وخلاص يعني انا حسيت الآلة جدا وكنت عايز اعمل حاجة. فهو قال لي تعالى بيت العود وكده ممكن ان انت مع دراستك في المعهد تدعم العود يعني لان بيت العود كانوا بيهتموا جدا بالموضوع الاساسي عندهم هو العود نفسه. فترة الدراسة بين بيت العود والمعهد كانت ازاي، وكنت بحس ان انا فيها بجري او ببني في الحقيقة اللي كانت الاتنين يعني. لان انا من ناحية كنت دراسة المعهد الصبح، وكان بعد الظهر بيت العود، فكان اليوم بيبقى مرهق جدا. بس مع ده كان عندي شغف ان انا يعني للآلة وللموسيقى عامة، فما كنتش بحس بالتعب ده يعني. اما رحت بيت العود كان اول من يستقبلني كان استاذ ايمن حامد. ربنا يرحمه، وهو كان ليه الفضل كبير جدا عليا. فبدأت الدراسة هناك الفترة الأولانية 3 شهور أو 4 شهور. وبعد كده يعني اتكلمت معاه في قصة إن أنا مش هقدر أكمل لظروف البيت يعني عندي وكده. فهو أصر إن أنا أكمل وقال لي وقتها مالكش دعوة. أنا بكلم أستاذ نصير وبقول له، وأستاذ نصير كان بيقف جنب الطلبة اللي بتيجي مثلا غير مقتدر أو بس بيبقى هو حاسس إن هو نفسه يعمل حاجة أو يكمل أو كده.
فعملنا deal يعني مع بعض، يعني اتفاق كان إن أنا أدرس بدون مقابل، في نفس الوقت أخلّص أو أتخرّج من بيت العود، أدرّس سَنة كاملة بدون مقابل برضه. فطبعًا كانت بالنسبة لي كان درس كبير جدًا إن أنا يعني إيه العطاء أصلًا، ويعني إيه ده لسه يعني كان أول أيامي في بيت العود يعني. الحاجة التانية كمان، كان أستاذ أيمن شافني وأنا ما عنديش، كنت جايب عود، فقال لي: "لازم عود بمواصفات بيت العود، يعني ليه شكل معيّن كده، الفرسة متحركة فقُلت له: "ممكن." قُلت مش هاقدر يعني حاليًا يعني وكده، فلقيته هو جايب لي عود. أمّا شافني أنا عايز أعمل حاجة، ففضل أستاذ أيمن حامد ربنا يرحمه كان كبير جدًا، جدًا، ما بانساهوش أبدًا يعني، ربنا يرحمه. فدي كانت أول أيام يعني هناك في بيت العود. مين من المدرسين بقى اللي أنا قابلتهم، سواء في المعهد أو بيت العود، كان تأثيره عليّا أبعد من التقنية، في طريقة التفكير أو في احترام الآلة، وفرق معايا إنسانيًا مش بس موسيقيًا. طبعًا في بيت العود أستاذ أيمن حامد تاني، لإن هو كان واقف معايا جدًا، وقف في ضهري، وهو اللي عملني يعني الحقيقة، يعني ما انكرش ده أبدًا يعني. العازف أو المعلم التاني برضه كان مصطفى سعيد، الله يمسيه بالخير، برضه وأخوه محمد عنتر كان ليهم فضل كبير جدًا آآ في بناء يعني شخصيتي الموسيقية يعني. آآ برّه بيت العود كان دكتور ألفريد جميل ربنا يرحمه، لإن ده كان يعني مُعلِّم، وكان أب وأخ وكل حاجة يعني. وأستاذ أحمد يوسف الطويل، كان أحمد يوسف الطويل ده أول حد علّمني النوتة الموسيقية، أول ما دخلت المعهد، اللي هي السنة الأولى اللي هي اسمها استماع دي. بعد كده أمّا طلعت أولى عالي في المعهد، استلمني دكتور ألفريد جميل، و شافني يعني باذاكر، يعني هو شافني ممكن ما أكونش شاطر مثلًا، أو ممكن تكون الموهبة عندي مش قوية أوي، بس دؤوب في المذاكرة، ودؤوب في إن أنا عايز أعمل حاجة في العود نفسه يعني. فالفترة دي برضه كانت بالنسبة لي حلوة جدًا، ليه بقى؟ لإن كان دكتور ألفريد كلمني على إني أشتغل معاه في فريق كِثارة اللي هو عمله، وإن أنا أعزف معاه بقى، سواء الأغاني النادرة اللي هو كان دايمًا بيحب الفكرة بتاعة إن أجيب أغنية لأم كلثوم أو أسمهان أو أغاني بس مش الناس مش سامعاها أو مش دارجة. فكان بيعمل أبحاث وبيسافر يجيب اسطوانات من برّه وييجي وبتاع، عشان يقدّم، غير إن هو كان مؤلف قوي جدًا، يعني ما كانش مؤلف عادي أو تقليدي. كان دايمًا لمّا بنقعد مع بعض نشتغل على حاجة من أعماله أو كده، يعني العمل فيه مصيبة يعني، أو فيه حاجة يعني دايمًا كل مقطوعة أنتِ عايزة تثبتي نَفْسِك، أو عايزة تثبتي ليه إن أنتِ قد المسؤولية أو. فدول الناس اللي أثّروا فيّا جدًا. وطبعًا معاهم أستاذ نصير طبعًا يعني، ال كان برضه ليه فضل كبير عليّا برضه في إن أنا أكمّل في بيت العود. فالناس مش هاقدر أنساها يعني. التخرُّج قدّام لجنة فيها أسماء تقيلة زي دكتور فتحي سلامة، ودكتور ألفريد جميل، والملحّن الكبير محمد سلطان، كان إحساسه إيه؟ رعب والّا فخر؟ والله يعني هو كان الاتنين الحقيقة، لإن هو إحساس صعب جدًا عامل زي اللي هو داخل هيعدموه يعني، أو اللجنة قاعدة وناس كلّها يعني الواحد بالنسبة لهم ما فيش حاجة يعني، ما يعني تاريخه في الموسيقى يعني ما فيش سنتين والّا 3 سنين يعني، ما فيش، قليل جدًا يعني. وأنتِ عايزة تثبتي بقى ده للناس، يعني أنتِ عندِك حاجة وعايزة تثبتي للناس،
فبتطلعي تعزفي مفيش حد معاكي، فكرة إن العزف منفرد تماما، مفيش آلة شايلة جنبك، لا قانون ولا إيقاعات ولا فده بيبقى فيه ضغط رهيب جدا جدا. بس بتيجي لحظة عليكي كده، يعني إيه اللي هيحصل يعني أنا أعزف والناس تشوف اللي أنا بعزفه واللي أنا حاسه واللي أنا اشتغلت عليه، وأثبت لهم إن أنا عندي حاجة يعني. ف فكان بس يعني الفترة دي برضو كانت شوية مش يعني على قد ما هي كانت جميلة وكل حاجة، بس يعني للأسف يعني أستاذي اللي علمني واللي بدأ معايا ما كانش موجود. ف يعني دي كانت بالنسبة لي برضو حاجة كانت صعبة شوية، لأن كان ما حد بيعلمك وبيدرس لك وكده، فبتبقى أنت عايزة توري له أستاذي أنا وصلت لكذا، شوفني أنا كويس، أنا عامل إيه، أنا حلو، أنا وحش، أنا إيه اللي ناقص عندي. فبتبقى عايزة تسمعي دايما ال ال النقد أو الاستحسان منه يعني. في جملة أو نصيحة سمعتها من أستاذ زمان ولسه بفتكرها وأعمل بيها لحد النهاردة. طبعا يعني إن الواحد ما يبخلش بالمعلومة. في ناس كتيرة جدا وخصوصا يعني الأجيال اللي قبل كده ما كانش عندهم العطاء قوي يعني أو يدرس يعني أو يدي المعلومة بشكل كامل، أو خوفا من إن الطالب يتفوق على المعلم، أو بيبقى نوع من أنواع يعني الأنانية أو الأحقاد أو بس طبعا ده مش كل الناس يعني. أنا اتعلمت العكس ده بقى في بيت العود تماما. يعني سواء مع أستاذ أيمن حامد ربنا يرحمه، وأستاذ حازم، أستاذ مصطفى سعيد، وأخوه برضو عازف جميل. هم طبعا مؤلفين الاتنين، أستاذ مصطفى ومحمد عنتر، وكان برضو ليهم فضل كبير جدا. دول يعني أثروا فيا جدا موسيقيا واتعلمت منهم حاجات كتيرة جدا. فالفكرة إن الواحد دايما أما بيدرس أو بيشتغل في مهنة التدريس، إن هو يدي كل حاجة، لأن لما بتدي كل حاجة هو في الآخر ربنا اللي اداكي ده. يعني أنت يعني ما تملكيش الموهبة، هو الموهبة أنت ربنا بيديها لك فأنت ما بتبقي كريمة مع الناس في المعلومة وأمينة مع الناس في الشغل، ربنا بيديكي أكتر، بيديكي يعني بيديكي أفكار تانية، بيديكي حاجات تانية. فده كان مهم جدا يعني. فده كان أستاذ نصير شامة، أستاذ أيمن حامد، أستاذ حازم شاهين، أستاذ مصطفى، كل دول كانوا يعني عندهم عطاء جدا يعني. مش مهم مين يبقى أفضل، مش مهم مين أحسن، لأن هي الفكرة في إن الإنسان اللي هو عنده معلومة ومش بيديها لحد، أو يعني هو فاكر كده خلاص يعني، فده خلاص يعني هو أصلا تفكيره خياله كل حاجة وقفت عنده اوريدي، يعني مفيش حاجة هيديها غير الكام معلومة اللي عنده يعني. أحب أقول إيه لأي أستاذ حسيت إنه زرع فيا حاجة وكملت بيها المشوار. يعني أحب أقول شكرا للأستاذ أيمن حامد، لدكتور ألفريد جميل، للأستاذ أحمد يوسف، أستاذ نصير شلة، أستاذ مصطفى سعيد. فعلا بقى أقول لهم شكرا من قلبي يعني، لأن اتعلمت منهم حاجات كتيرة جدا أثرت فيا في طريقة رؤيتي يعني للموسيقى، في طريقة ازاي ان انا اقعد اذاكر، ازاي اشتغل، ازاي ابحث، ازاي اخلي بالي من التفاصيل. دايما يعني كان في ناس دايما تتعلم في العزف، أنا بلعب بس بالشكل يعني العملي يعني كده تقريبيا يعني. فقالوا لي لا، لازم التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. ايه اللي يخلي اسم انسان يفضل حاضر حتى بعد الرحيل؟ آه هي السيرة بتاعت البني آدم أما بتبقى كويسة، ولما بيبقى أستاذ أمين وأستاذ
معطاء، وأستاذ بيقف في ضهر الطالب بتاعه. وحتى في العموم يعني دايما سيرة الإنسان أما يبقى إنسان كريم في كل حاجة، مش شرط ماديا يعني، حتى في الخير اللي هو بيعمله، فدايما هيبقى حاضر، ما بيتنسيش يعني. إني أخلص دراسة وبعدها أدخل الجيش، قطع الرحلة ولا علمني حاجة ما كنتش هتعلمها في الموسيقى. والله أنا دخولي الجيش يعني للأسف جه معايا بالسلب جدا، هو أثر على نفسيتي جدا يعني. والحاجة التانية يعني الواحد لما بيتعود على، أنا هتكلم طبعا عشان أنا عازف عود، فهتكلم بس في اتعود على آلته اللي هي العود أو أيا كانت الآلة يعني، وتعود على إن هو يمسكها كل يوم أي وقت براحته. فجأة بقى محروم إن هو ما يقدرش يلعب أو ما يقدرش يعزف عليها في الوقت اللي هو عايز يعزف فيها يعني. طبعا يعني هو ما ضافليش أي حاجة، هو خد يعني مني سنة كده ملهاش أي لازمة الحقيقة يعني. فزي ما قلت هو ما قطعش الرحلة، هو نسف الرحلة خالص. لأن هو يمكن الحاجة الوحيدة اللي اتعلمتها من دخولي الجيش نظرتي وقرايتي للناس نفسها يعني. نظرتي للناس كانت قبل الجيش حاجة وبعد الجيش حاجة تانية، لأن أنت بتشوفي ناس مختلفة، بتشوفي بيئة مختلفة، بتشوفي ناس من أماكن يعني صعب إن أنت تروحيها، أو يعني ثقافات تانية خالص يعني. فكان سنة مأساوية جدا الحقيقة يعني، ما أنا ما بحبش إن أنا أفتكرها أصلا.